الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وعرض جديد. النهاردة العرض لكل حبايبنا اللي بيحبوا مصر الجديدة، الحي العريق الجميل الراقي. العرض معانا سكني النهاردة، شقة في عمارة جديدة، شقة في دور من الأدوار المتميزة، دور خامس. المكان جميل، العمارة ناصية. الشقة 260 متر، زي ما حضراتكم شايفين 3/4 تشطيب. مداخل في منتهى الوسع والجمال والفخامة، أنواع رخام عالية ما بيستخسروش. هنا ده باب الشقة اهو، باب مصفح. بتدخل من الشقة دي في وشك، ممكن نقول طرق التوزيع، وممكن نقول امتداد للريسبشن. الشقة 3/4 تشطيب زي ما قلنا من حوالي دقائق. دخلنا كده من باب الشقة، عندنا هنا حمام الضيوف، مساحته كويسة. بعد شوية على ايدك اليمين في المطبخ كمان فيه غرفة للمربية بالحمام بتاعها. تمام، نخرج من المطبخ ونرجع تاني. ده الريسبشن، مستطيل، مش مستطيل، مربع، بس شكله ما شاء الله الوسع باين فيه وحاجة عظيمة. نصور الشارع. ده نادي، ودي مدرسة. طبعا الفيو مش مجروح بالمرة. الشقة بحري وانا واقف فيه، هوا جميل رائع. بورسلين قطع ليزر اهو، واخد تأثير الرخام وشكله لونه ابيض. هنرجع تاني ناحية باب الشقة. تمام، في على يمينك ممر صغير كده جميل. على يمينك وانت على شمالك وانت داخل الممر ده ليفينج. دي المساحة بتاعته اهي، وده شغل الكهرباء اللي معمول. نرجع تاني للممر. هنا كده زي ميدان في الاوض، ادي اوضة، ادي التانية، ادي التالتة، وفي حمام هنا. هناخدهم بالترتيب كده من اليمين للشمال. هندخل هنا، دي اوضة اهي، شغل اعمال الجبسون بورد في السقف وتوزيع الاضاءة جميلة. الارضيات سيراميك، اللي هو واخد تأثير ال HDF او الخشب اللي بيبقى في الارض ده، بقى فكروني باسمه في التعليقات. طبعا بيبان الغرف، ابواب شكلها محترمة. دي الاوضة التانية، مساحتها كويسة، حوالي 4 في 5. شغل جبسون بورد او سقف ساقط، بصراحة شكله بسيط وجميل. شباك كبير في الأوضة، والفيو برضو لا بأس به، في واسع، في هوا حلو جاي. دي كده الأوضة التانية أو التالتة بعد الليفينج. ده حمام، عذرا بقى عشان الإضاءة، ده اللي بيخدم على الأوضتين. ودي الأوضة الماستر، ده الحمام بتاعها أهو. وهنا بقى الأوضة دي حوالي 5 في 6، أوضة كبيرة ما شاء الله. ده المطل بتاعها، أوضة كبيرة. والحمام برضو بتاعها كبير، ينفع تقسمه دريسنج وحمام، يعني ينفع يتعمل دريسنج وحمام، لأن مساحته ما شاء الله تسمح بذلك يعني. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.